السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور الصف الرابع الابتدائي. أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس جديد، وهو الدرس الثالث بالنسبة للمفهوم الثاني لمادة العلوم. نبدأ مع بعض الدرس ونقول بسم الله. في الدرس ده احنا هنستكمل مع بعض كيفية عمل الجهاز العصبي. الجهاز العصبي بشكل عام هو جهاز بيعمل على جمع معلومات عما يحدث داخل الجسم وخارجه عن طريق أعضاء الحس. احنا طبعا شرحنا في الدرس اللي فات واللي قبليه ايه هي بالظبط أعضاء الحس، وعرفنا ان الجهاز العصبي بيتكون من أعضاء الحس وكمان المستقبلات الحسية المتمثلة في الأعصاب، وكمان بيتكون من الحبل الشوكي والمخ. دي كلها تعتبر أعضاء الجهاز العصبي. الجهاز العصبي هو الجهاز اللي بيعمل على جمع معلومات عما يحدث داخل الجسم وخارجه عن طريق أعضاء الحس مثل العينين والأذنين والجلد. بعد كده الجهاز العصبي بيرسل هذه المعلومات إلى المخ، طبعا عن طريق الأعصاب زي ما قلنا، والمخ بعد كده بيصدر الاستجابات المناسبة إلى أجزاء الجسم المختلفة. طيب لو جينا نشرح مع بعض وظيفة الجهاز العصبي بشكل دقيق، هنقول إن الجهاز العصبي هو الجهاز اللي بيقوم بثلاث وظائف، والمخطط التالي ده هيوضحها. يبقى وظائف الجهاز العصبي: أول حاجة إن هو بيجمع المعلومات عما يحدث داخل وخارج الجسم عن طريق أعضاء الحس. يعني إيه؟ يعني أعضاء الحس هي اللي بتستقبل المعلومة في البداية خالص. لو كانت مثلا الأذن مثلا بتسمع صوت معين، العين مثلا أو حاسة البصر بتشوف رؤية معينة، الجلد مثلا بيستشعر إحساس معين إن كان بالبرودة أو بالحرارة. تاني حاجة إن المعلومات ديت بيبدأ تفسيرها وفهمها عن طريق المخ. في طبعا أولاد بتتلخبط وبتفتكر إن الأعصاب هي اللي بتستشعر الإحساس أو الصوت أو أيا كان، لكن المخ هو اللي المفروض بيفسر المعلومة اللي وصلت له وبيفهمها وبيعالجها. بعد كده من وظائف الجهاز العصبي الوظيفة الثالثة إن هو بيرسل إشارات للجسم بما ينبغي القيام به، يعني رد الفعل اللي إحنا قلنا عليه. ولو هناخد مثال على الكلام ده، المثال ده بيقول إن كان في المفروض ولد كان ماشي وسمع صوت زقزقة طائر فوق الشجرة. اللي بيحصل في البداية خالص إن الأذن اللي هي العضو الحسي في المثال ده، الأذن بتبدأ إن هي تسمع الصوت وتجمع الصوت، وبعد كده بترسله أو بترسل رسالة للمخ. بترسل عن طريق إيه؟ بترسلها عن طريق الأعصاب زي ما احنا اتفقنا. بتبدأ بعد كده الأعصاب الحسية إن هي ترسل الصوت ده أو المعلومة دي للمخ. يبدأ بعد كده المخ إن هو يقوم بمعالجة هذه الموجات الصوتية اللي وصلت له، وبعد كده بيرسل إشارة أو رسالة للجسم عما يجب فعله. المخ برضو بيرسل الإشارة ديت عن طريق إيه؟ برضو بيرسلها عن طريق الأعصاب. يبقى الأعصاب بتاخد المعلومة اللي هي هنا متمثلة في الصوت وبترسلها للمخ اللي بيعالجها وبيفسرها. بعد كده المخ برضو بيرسل إشارة أو رسالة للجسم عما يجب فعله اللي هو رد الفعل اللي احنا قلنا عليه. بعد كده بيبدأ الجسم إن هو مثلا يلتفت لمكان الصوت علشان يبحث عن الطائر اللي موجود على الشجرة، وهو ده كان رد الفعل اللي بيحصل. رد الفعل المنعكس ده يعتبر مفهوم جديد بنعرفه مع بعض. ايه هو رد الفعل المنعكس؟ رد الفعل المنعكس هي بعض الرسائل اللي بتبقى سريعة للغاية، يعني بتبقى الاستجابة فيها أو رد الفعل في الوقت ده بيبقى سريع جدا، تقريبا أصلا بيحصل بدون أي تفكير أو إدراك. يبقى رد الفعل المنعكس هي بعض الرسائل التي تكون سريعة للغاية لدرجة أنك لن تتمكن من إدراكها أو التفكير فيها. يعني ساعتها بيحصل رد فعل سريع جدا من غير أصلا ما الإنسان يدرك إيه اللي بيحصل ولا حتى يفكر، وبيطلق على هذه الرسائل رد الفعل المنعكس. يبقى رد الفعل المنعكس هي رسائل بيرسلها الجهاز العصبي بشكل سريع جدا لدرجة عدم التمكن من إدراكها. وهناخد مثلا أمثلة على الكلام ده، زي مثلا سحب اليد بسرعة عند ملامسة جسم ساخن أو شوكة نبات. زي ما احنا مثلا بإيدينا بنلمس حاجة سخنة جدا، بنسحب إيدينا بسرعة جدا من غير أصلا ما بنفكر، من غير حتى ما الأعصاب أصلا ترسل الإشارة ديت للمخ أو المخ يبدأ يعالجها أو يفسرها. أو سحب القدم بسرعة عند تعرضها للوخز. يبقى بعض الرسائل أو الإشارات بيتم نقلها من
وإلى المخ تلقائيا ولا يمكننا التحكم فيها مثل إشارات التنفس. يعني التنفس مثلا احنا مش بنفكر قبل ما نتنفس، احنا مش بنقرر ان احنا نتنفس قبل ما نتنفس. التنفس ده بيحصل بشكل تلقائي، وبيبقى ده عن طريق الرسائل أو الإشارات اللي بيتم نقلها من وإلى المخ بشكل تلقائي من غير أي إدراك زي إشارات التنفس. طيب احنا دلوقتي بنقول إن احنا مثلا لمسنا فجأة حاجة سخنة جدا، فاضطرينا إن احنا نسحب إيدينا بسرعة. احنا حتى مش بنضطر إن احنا نسحب إيدينا، اليد بتتسحب لوحدها بشكل تلقائي. ده معناه إن احنا لما لمسنا الجسم الساخن دوت بتبدأ الإشارات إن هي ترسل عن طريق الأعصاب الحسية. بس الأعصاب الحسية مش بتوصل أصلا للمخ زي كل الحاجات اللي قبلها. الأعصاب الحسية بتوصل الإشارة لحد الحبل الشوكي فقط، والحبل الشوكي هو اللي بيصدر رد الفعل السريع إن إحنا نسحب إيدينا. يعني من كتر سرعة رد الفعل أصلا الإحساس أو الرسائل اللي الأعصاب بتوصلها مش بتوصل لحد المخ، هي بتتوقف لحد الحبل الشوكي وبعد كده بترجع رد الفعل للأعصاب الحسية وبعد كده لليد إن هي تسحب بشكل سريع. هنا مثلا لو هنوصف الجهاز العصبي هنقول إن مكونات الجهاز العصبي بتعمل في تكامل، يعني كلهم مع بعض، كل المكونات أو الأعضاء بتاعة الجهاز العصبي بيعملوا مع بعض في تكامل لأداء الوظائف المختلفة التي لا يمكن للأعضاء وحدها أن تقوم بها بشكل منفرد. انظر إلى الصور التالية ثم اكتب اسم كل عضو أسفل الصورة ثم صل بين العضو ووظيفته. أول حاجة زي ما انتوا شايفين عندنا هنا المخ وهنا الحبل الشوكي وهنا عندنا الأعصاب. أول حاجة خالص هنكتب أسمائهم، ده المخ، الحبل الشوكي، وهنا الأعصاب. نوصل بقى وظيفة كل حاجة. أول حاجة خالص المخ هو مركز التحكم الرئيسي في الجسم. الحبل الشوكي هو اللي بيحمل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم والعكس. آخر حاجة الأعصاب هي اللي بتستقبل المعلومات من الحواس وترسل إشارة إلى المخ. تعمل أجزاء الجهاز العصبي معا لإدراك البيئة من حولنا وتفسير المعلومات للقيام بالفعل المناسب، ومن ثم نقل الإشارات إلى الجسم للاستجابة كرد فعل. هنحل بقى دلوقتي مع بعض تدرب على الدرس الثالث علشان نطبق على المعلومات اللي شرحناها. السؤال الأول ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية. 1. يساعد الشعر في أقدام اليربوع على الإمساك بالرمال. صحيح، طبعا كنا قلنا إن الرمال بتبقى ناعمة جدا، واليربوع طبعا المفروض اسمه اليربوع القافز، يعني وهو بيهرب من وهو بيهرب طبعا من المفترس بيكون بيقفز بشكل سريع جدا. فبسبب إن الرمال بتبقى ناعمة جدا ممكن إن أقدامه تنزل أو بتغرز زي ما احنا بنقول في الرمال، فلذلك بيبقى فيه بين الأصابع بتاعة قدم اليربوع في زي شعر كده علشان يثبت رجله على الرمال فيقدر إن هو يقفز بشكل سريع. طيب السؤال التاني، رد الفعل المنعكس بيتم دون تفكير. صح. السؤال التالت، يعمل المخ بشكل منفصل عن أعضاء الحس. طبعا غلط، احنا قلنا إن كل أعضاء الجهاز العصبي ومن ضمنها المخ كلهم بيعملوا مع بعض بشكل متكامل. السؤال التاني بيقول اكتب المفهوم العلمي. خاصية تساعد الدولفين على تحديد موقع الفريسة اسمها خاصية تحديد الموقع بصدى الصوت. طيب بعد كده السؤال التاني، الوقت الذي يستغرقه الجسم للرد على المعلومات المختلفة مثل الخطر بيبقى اسمه زمن الاستجابة. بعد كده السؤال الثالث، رسائل يرسلها الجهاز العصبي بشكل سريع جدا لدرجة أنك لن تتمكن من التفكير. اتفقنا إن هي بيبقى اسمها رد الفعل المنعكس. السؤال الرابع
جهاز يساعد الإنسان على تدارك الخطر وتجنبه هو طبعا الجهاز العصبي. السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة. يعتبر الحبل الشوكي عضوا مهما في الجهاز التنفسي ولا الهضمي ولا العصبي ولا البولي؟ طبعا الجهاز العصبي. يجمع الجهاز إيه معلومات عما يحدث داخل الجسم وخارجه ويقوم بترجمتها؟ طبعا الجهاز العصبي برضه. سحب اليد مباشرة عند ملامسة جسم ساخن بيسمى إيه؟ رد الفعل المنعكس ولا التنفس ولا زمن الاستجابة ولا الإخراج؟ طبعا سحب اليد مباشرة عند ملامسة جسم ساخن بيبقى اسمه رد الفعل المنعكس. السؤال الرابع بيقول تقوم المستقبلات الحسية بجمع المعلومات من البيئة المحيطة وإرسالها إلى الإيه؟ وإرسالها إلى المخ. المستقبلات الحسية اللي هي المفروض الأعصاب بتوصل أو بتجمع المعلومات من البيئة وبترسلها للمخ علشان يعالجها. يبقى العضو المسؤول عن معالجة المعلومات وتفسيرها هو المخ مش الأعصاب. الأعصاب وظيفتها إن هي بتوصل المعلومة فقط. العضو المسؤول عن رد الفعل المنعكس هو الإيه؟ المخ ولا الأعصاب ولا الحبل الشوكي ولا القلب؟ احنا اتفقنا إن رد الفعل المنعكس بيبقى سريع جدا وبيبقى مش محتاج إدراك ولا فهم، إن هو آخره بالظبط بيوصل للحبل الشوكي مش بيوصل حتى للمخ. السؤال رقم 4 أجب عن الأسئلة الآتية. ماذا يحدث عند لمس شوكة نبات؟ إيه اللي بيحصل؟ هنقول إيه؟ تسحب اليد بسرعة كرد فعل منعكس. 2. للمخ دور مهم في فهم المعلومات من البيئة المحيطة، وضح ذلك. هنقول يقوم المخ بتفسير ومعالجة المعلومات التي تقوم أعضاء الحس المختلفة باستقبالها من البيئة. رقم 3. يستطيع اليربوع المصري القفز لمسافات طويلة، وضح كيف يساعده تركيب جسمه على ذلك. ازاي اليربوع المصري بيقدر ان هو يقفز لمسافات طويلة جدا عن طريق تركيبة جسمه؟ هنقول لأنه يمتلك أرجلا خلفية طويلة. بالشكل ده ولله الحمد بنكون انتهينا مع بعض من شرح وحل تدريبات على الدرس الثالث بالنسبة للمفهوم الثاني كيف يعمل الجهاز العصبي. بتمنى اللي لسه مشتركش في القناة ينورني ويشترك ويفعل زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.